تخيل معايا انت في طريقك للشغل سواق تاكسي خبطك في الزحمه، هيكون رد فعلك ايه؟ هتفضل تزعق وتشتم وتعلي صوتك لحد ما ضغطك يعلى، ولا تهدى وتحل الموقف بهدوء وتكمل يومك؟ لان مش كل حد يزعلك يستاهل انك تضيع طاقتك ووقتك معاه. ودي اول حاجه لازم تفهمها، الشجاعه الحقيقيه مش في الحرب على طول. احنا متعلمين ان الشجاعه يعني تقف وتحارب وتواجه كل حاجه بتقابلك في حياتك، بس ده غلط. الشجاعه الحقيقيه انك تعرف تقرر صح المعركه دي هل تستاهل ولا لا، هتفيدني بايه لو هكسبها، هخسر ايه لو سبتها. وساعات اشجع حاجه ممكن تعملها انك تمشي وخلاص. وقبل ما تدخل اي مشكله او صراع لازم تسال نفسك السؤالين دول: هستفيد ايه لو كسبت؟ لو اتخانقت مع واحد في الشارع ايه اللي هيحصل؟ وهكسب ايه؟ هل هاخد جايزه او حد هيديني فلوس؟ والسؤال التاني: المشكله دي هتاخد وقت قد ايه؟ بس خد بالك ان كل دقيقه بتضيعها في مشكله مش مستاهله الدقيقه دي مش هترجع من وقتك تاني. طب تعالوا نشوف، طب ايه هي المشاكل والمعارك اللي تستاهل فعلا ان احنا نخوضها؟ المعارك الحقيقيه هقول لكم عليها. المعارك الحقيقيه اللي هي بتحارب فيها عشان حلمك، بتدافع عن مبادئك الاساسيه، تطور من نفسك وبتكبر، بتحمي اللي بتحبهم من اي خطر حقيقي قابلهم. لازم تختار مش تخوض كل حاجه وخلاص، لان الذكاء الحقيقي انك تعرف تقول المعركه دي مش معركتي. لان الناجحين مش بيكسبوا كل حاجه، الناجحين هم اللي بيعرفوا يختاروا المعركه الصح اللي يدخلوها. الخلاصه: زي ما الجندي الشاطر مش بيضيع طلقاته على اي حاجه او اي هدف، انت كمان طاقتك ووقتك مهمين جدا، ما تضيعهمش في مشاكل ملهاش اي 30 لازمه. الفوز في معركه واحده مهمه احسن بكتير واحسن مليون مره من خد 100 معركه و100 مشكله تافهه مش مهم. سؤال النهارده: ايه اكتر معركه او مشكله انت ندمت انك دخلتها؟ والسؤال التاني: ايه اكتر معركه او مشكله انت فرحت انك دخلتها وحلتها وفزت فيه؟ شاركنا في الكومنتات عشان الكل يستفيد، وما تنساش اللايك والشير والدعم القناه لو الفيديو عجبك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.